السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة جولات في أمريكا. اليوم ومثل ما تعودنا الفيديو خاص بالكوبارت وبالسيارات الموديلات الحديثة. احنا راح نكون اليوم وياكم نشيك بعض السيارات الحديثة اللي موجودة، اللي هي صالون SUV والفان. خليكم ويانا وشوفوا تفاصيل الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. ولا تنسونا دائما نذكركم باللايك ومشاركة الأصدقاء والتعليق. خليكم ويانا بأحداث الفيديو إن شاء الله. شوفرليت ترافر موديل 2000، جيرني موديل 2020، هونداي كونا موديل 2021، تويوتا كامري LE موديل 2012. شوفرليت ترافر موديل 2020. الضربة بالجهة اليمنى. هاي سيارة مو درايف، هذا اللوت نمبر مالتها، موديلها 20، مايلها 36. هاي الصفحة كل شيء ما موجود بيها خلل، بس مجموعة الايرباك طاقة مثل ما تشوفون. all wheel drive Traver all wheel drive التي. الضربة صايرة بالجهة اليمنى، الباب الأمامية متأثرة الباب الخلفية مثل ما تشوفون، والسسبنشن هماتين مضروب، التاير نازلة، الشغلة الدبل عليه هذا الشاكس شوفوه، والشاملغ. هذه السيارة طبعا موديلها 20، مايلها 36، ضربتها بالجهة اليمنى ترافرز. اكو بيها عطل ميكانيكي، مو درايف، رن بس مو درايف سيارة. سيارة شغالة بس باعوا البردات مالتها الداخلية. كل المجموعة الايرباك 7 راكب، عائلية طبعا مثل ما تشوفوها. شاشة ماكو فتحة. طبعا قيمتها بالسوق تقريبا بحدود من يعني ال20 من الوكيل او من وكيل شركة شوفرليت، بحدود تقريبا $40,000. هاي السيارة هسه على هالوضع يعني تسوى بحدود $16,000-17,000 على المايل، اضافة على الضربة، يعني صفحة كاملة اضافة للشغلات الميكانيكية. جيرني موديل 2020. الضربة من الامام، شوفوا ضربتها بالامام. السيارة رن درايف، مايلها بس 51. هذه السيارة هذا اللوت نمبر مالتها. الايرباج، الستيرن ايرباج، الدشبول، كلهم طاقات. السيارة مايلها 51 مثل ما تشوفون. هاي الصفحة ما بها اي شيء. هذا الخلف مالتها، هاي الجهة ما بها اي شيء.
داخلها جلد طبعا مثل ما تشوفون. ستيرن ايرباج، دشبول، طبعا شاشة قدامكم تشوفوها. سيارة 7 راكب، موديلها 2020. هذا الداخل مالتها شوفوا، يريد له ديتيل قوي. هذا ايرباج فتحة طبعا. سيارة شاشة رن درايف مثل ما تشوفون. الضربة مالتها امامية، هاي الضربة مالتها امامية. هونداي كونا موديل 2021. السيارة ضربتها من الخلف رن درايف، الضربة بالجنطة من الخلف. هذا اللوت نمبر مالتها مثل ما تشوفون. المايل مالتها بس 22. سيارة رن درايف، هاتشباك، ضربتها جنطة دعامية كامل الأيمن واصل للباب. شوفوا هاي هنا ضربتها. هذه السيارة معروضة بكوبارت ديمون، موديلها 21 رن درايف. هذا الداخل مالتها شاشة طبعا. سيارة حادثة من الخلف، بس حادث يعني هاي قزوزات جوا شوفوها، اكو هواية شغلات بيها من الخلف لازم تتصلح. السيارة بس مايلها 22، موجودة بكوبارت. فان كلايزر بيسيفيكا موديل 2021، ضربتها امامية رن درايف. هذا اللوت نمبر مالتها، موديلها 20، مايلها 39. ايرباجات 3 طاقات. الجامعة الامامية جلد مثل ما تشوفون، شاشة. هذه سيارة ليميتد بيسيفيكا موديل 2020. سيارة ايرباجات طبعا، فتحة بانوراما هاي موجودة. فاميلي كارز، هاي 7 راكب مثل ما تشوفوها. سيارة رن درايف طبعا. بنيت الهود، البنيد، الدعامية، الشباك، اللايت والكامل لغ، هذني كلهن اضافة للرادياترات مثل ما تشوفون. هذه السيارة قيمتها بالسوق بحدود 27-28 ألف دولار، يعني 28000، 80 ورقة تقريبا. إضافة لهذا الشيء إنه هاي السيارة يعني مرغوبة، عائلية، ليميتد، موجودة بالسوق. ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2020، ضربتها دعامية الأمامية. هاي الجهة ما بيها شيء، وهاي الجهة ضربة شوية أكثر كامل. البنيت اكو شيء مواصل للفريم. هذا القاعدة هاي مال نطارة المي الدعامية. سيارة مايلها بس 51، موديلها 2020. سيارة SEL ميتسوبيشي اوتلاندر مثل ما تشوفوها رن درايف. مايلها سيارة داخلها جلد، شاشة، رن درايف. ضربتها بسيطة مو قوية، ومايلها 51. هاي الجهة قدامكم شوفوها. هذه السيارة موجودة بكوبارت ديمون. ايوه.
دوج تشالنجر موديل 2014. الحلو بهاي السيارة ضربتها مو قوية، إضافة إنه مايلها بس شوفوا 202. يعني أنا سيارة رن درايف بس أشوف 202، توقعتها 200، توقعتها 20. سيارة موديل 14 مثل ما تشوفون، تشالنجر، ضربتها أمامية، ضربتها حلوة بس صاحبها جدا ما معتني بيها. شوفوا سيارة رن درايف، بنيت دعامية كاملة، وموديلها 14 ومايلها 202. خلينا نشوف داخلها. طبعا داخلها جديد مهم ونظيف مثل ما تشوفون. سيارة يعني متعوبة بشكل، كلش تعبانة، بها آثار مكسرة مشخطة، حساسات خلفية، وسيارات يعني موديلاتها جدا يعني جيدة، بس شنو مايلاتها عالية، وأصحابها اللي كانوا مالكيها تعبوها جدا. يعني بينما بعض الأيام تلقي سيارات كلاسيك وهي مايلاتها ناصية ونظيفة جدا، حسب الإنسان وحسب اللي هو يهتم بها. تويوتا كامري LE موديل 2012 رن درايف. السيارة الغريب بيها او اللي فاجئني بيها انه كل شيء ما بيها، هم كاتبين فرونت اند، بس السيارة ابد ما معلوق بيها اي شيء، رن درايف، ومايلها بس 27. احلى ما بيها موديلها 12، بس هي موديلها قديم، يعني صار لها بحدود 9 سنوات بالشارع، بس مايلها بس 27. سيارة رن درايف موديلها 12. خلينا نشوف داخلها، خلينا نشوف الداخل. شوف الداخل مالتها كلش نظيف. السيارة مثل ما قلت لكم ما معلوق بيها كل شيء. هذا الداخل مالتها يعني بيه بعض الشغلات الديتيل، بس السيارة نظيفة جدا. مفاجآت، سيارة موديل 12 رن درايف. أول مفاجأة إنه أبد ما بيها أي شيء، كاتبين عليها فرونت إند. شوفوا الفرونت إند مالتها ولا شيء. سيارة رن درايف، مايلها مفاجأة 27، موديلها 12. هاي صفحة جدا نظيفة ما بيها أي شيء. هذا الخلف. واو. اللي عجبني بهاي الكامري إنه موديلها 12، سيارة جدا نظيفة، وكاتبين عليها فرونت إند مثل ما تشوفون. القشر مالتها البودي كل شيء ما بيه. الحلو بيها مايلها 27، داخل نظيف، سيارة شغالة ما بيها أي شيء، يعني كل شيء بيها حلو. شوفوها LE
مثل ما تشوفون هاي صفحة كل شيء ما بيها. فهاي السيارة عجبتني وعجبت انه اقلبها واشوف ايش بيها ما بيها، يعني كل شيء بيها حلو. واو شوفوا الخزاين اللي موجودة بيها، شوفوا الاغراض اللي ما واحد يتوقعها. شاشة AC، هاي ما شاء الله عدة كاملة موجودة، جيج، هاي الشغلات، هاي مواد تنظيف، كل شيء بيها. هاي هنا الامور مثل ما تشوفون، غراض هواية ما اعرف شنو تفاصيلها. اكو بعض السيارات تجذبك وتلقي بيها شغلات حلوة وغريبة. ولهنا وصلنا وياكم من نهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك ومشاركة الأصدقاء. دائما احنا ننتظر من عندكم التعليقات على مود حتى نكون وياكم بالاسبوع مرتين. تحياتي وفي امان الله.